السلام عليكم، مرحبا متابعي قناتي. كنتمنى تكونوا في تم الصحه والعافيه. اليوم بغيت نشارك معكم حلوى ديال الهلال. هنايا عندي المكونات اللي غادي نستعمل، فبقاو معايا الا بغيتوا تعرفوا شنو كاينه في المقادير. كيف ما كتشوفوا عندي كاس ديال العنبه ديال الزنجلان حبوب محمر، عندي 4 ديال جبن مثلثات، بيضه واحده، وعندي تقريبا 125 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون، طحنوه مزيان. عندي 250 غرام ديال الزبدة، وعندي خميرة ديال الحلوى. واحد هاد الخميرة ديال الحلوى فيها 16 غرام، انا غادي نعمل غير النص ديالها، ما نعملوهاش كامله، لان على اي حال هاد الحلوى راه كتنفخ وكتكبر. هادي سكر لافاني، عندي القرفة، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، ونزلت قدامي كيلو ديال الطحين. الكميه اللي دات لي راه دات لي تقريبا 750 غرام ديال الطحين. والكاس اللي كتشوفوا كنعبر به راه كاس ديال العنبه، هذاك بحالو بحال ديال المغرب. هنايا بديت كنفتح داك الجبن المثلثات، كيجي المذاق ديالها روعه، ساهله ما فيهاش مقادير بزاف، يعني حلوى ديال دوازتاي، وممكن في المناسبات كذلك، صالحه للمناسبات الخاصه، كتجي لا شكلا ولا مذاقا لذيذه بزاف. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. من بعد ما فسخت هذاك الجبن وهرست بيضه، غادي نعمل راس معلقه ديال القرفه، وغادي نزيد هذاك السكر فانيلا. ودابا غادي نبدا نمزج العناصر اللي عندي في قصعه مزيان حتى يذوب داك السكر ويتفسخ داك الجبن. طريقه سهله، ماشي شي طريقه اللي مختلفه او لا، تقريبا راه نفس الطريقه اللي كنستعملوا في الحلويات كاملين، كيمشي فيهم السكر والزبده والبيضات. دائما كنبداو بالسكر، كنبداو نخلطوه هو والبيضات هو الاول باش كيذوب ما كيبقاش حبيبات. وفسخت الزبده شي شويه، لان هاد الزبده نورمال خصها تكون محرره المطبخ. انا راه حتى اخر لحظه قررت نعدل الحلوى، فكان كانت قاصحه شي شويه، وهي اصلا في الاصل هاد النوعيه ديال الزبده مارغرين، واخا في الحراره وما كتكونش مطلوقه، يعني ماشي ديك الزبده اللي كتفسخ دغيا دغيا. زدت كاس الزيت، ودابا كنخوي كاوكاو اللي عندي محمر ومطحون. هاد كاوكاو كيتباع هيدا محمر من السوبر مارشي، الا كان بالقشور ديالو راه كيعطينا واحد اللون حسن وحسن. هذا كيكون هيدا مقشر ومحمر، فاللون ديالو كيف ما كتشوفوا لون مفتوح، ماشي بحال اللون بحال الكاوكاو اللي كيكون بالقشور، كيكون عطي منظر اخر. هنايا كنزيد كاوكاو كيعاونني نفسخ داك الزبده، كندوب ديك الكويرات ديال الزبده، وكذلك نخدمو كاوكاو مزيان باش ما كيبقاش يتهوى فيه ديك الكرات ناشفين، حتى كنشوفوا العناصر ديالنا تفسخوا مزيان مع بعضيتهم. عاد كندوزو المرحله المواليه. هنايا غادي نبدا نزيد في الطحين شويه بشويه، شويه بشويه دائما. انا اغلبيه كنخدم عيني وميزاني، لكن هنايا حاولت نعطيكم المقادير، العبار ديال الطحين، يعني على حسب ما شاطولي تقريبا واحد 2 كيسان في داك القرطاس.
نتوما كتزيدوا على حسب. فداك البيضه اللي استعملت انا من نوع اللي صغير، فاذا كان بيضات كبارين راه واخا غير وحده دائما حتى هي غادي تغير الكميه ديال الطحين. فشحال من وحده تقولك لا علاش كتقولوا هاد عينك وميزانك، راه عينك وميزانك راه ماشي بالنسبه للبيضات، بالنسبه لنوعيه الزبده كتختلف. والنوعيه ديال الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش. فهنايا باقا كنزيد في الطحين شويه بشويه وكنخلط، تنشوف القوام بدا كيتجمع، ما بقاش كيلصق في يدي. كنحاول نعطيكم جميع التفاصيل باش تنجح معكم كيف ما انا جاتني الحلوى ناجحه. هنا كنشوف راه قربت بدات تجمع لي العجين ديالي. انا شكلت على شكل هلال. من ما الا بغيتو تشكلوها تطلقوها على شكل صابلي وتقطعوها بقطاعه وتعملوا لها شي تزيين مختلف، راه ممكن العجين مطاوع. غير دائما هاد الصابلي هذا انا بالنسبه لي واخا نطلقو فوق سطح العمل عادي بلا ورق المطبخ، بلا بلاستيك بلا والو، كيتهز. فرشولو غير شويه ديال الدقيق، ما تكتروش باش ما تقصح لكمش العجين اللي كتكون تجمعوها وتوليو عاود تطلقوها، يعني ما تكتروش وصافي. اما هو اولي ما كتعرفش تخدم هكذا كتعمل عملة الطحين بزاف من الاول، فمن الاحسن تخدم فوق ورق المطبخ، تنزلوه في سطح العمل وتطلق فوق منه العجينه، تلقى بالمدلك وتبدا تقطع بالقطاعه. اما الشكل ديال الهلال اللي خدمته بيدي فهذاك عاود شكل، هذاك هو الشكل المعتاد. هنا زيت شويه ديال الطحين. انتم كتشوفوا العجين فاش كندلكها ما كتوليش ترجع عندي في يدي، يعني صافي. دابا خصني غير نجمع داك شويه ديال الطحين اللي باقي بيض كيبان، نخلط مزيان ونجمع العجينه ديالي على جنب باش نبدا التشكيل. هانتوما كتشوفوا شتو يدي ما بقاش فيه العجينه، يعني الكميه ديال الطحين كافيه اللي عملت. يعني خصنا غير نجمعوها باش ما يبانش الطحين ما مخلط، باش ما تماشي بقى ما مخلطاش مزيان. صافي هنايا هانتوما كتشوفوا العجين ديالي الشكل ديالو كيفاش رجع. هي هادي صافي. ودابا غادي ندوز نشكل. حاولوا تعملوها صغيره بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الحلوى صغيره. صغروا يدكم مزيان لان هي كتكبر ملي كتدخل الفران راها كتكبر. ها نتوما كتشوفوا شكلت على هذا الشكل هذا بحال الكعيبه بحال الكعب، وكنبقى نعاوط مزيان. ننزل في الصينيه اللي انا كنفرش لها ورق الزبده او ورق المطبخ. هاد الفيديو هذا راني كنت فيه الصوت الاصلي ونزلته في القناه، بعد طلع ليه حقوق الطبع والنشر. ديك اللقطه اللي طلعت لكم فيها الكتابه راه كان كتبتها في الفيديو ملي نزلته اول مره، كانت كتسمع واحد النوع ديال الموسيقى. من بعد طلع لي حقوق الطبع والنشر واضطريت انني نمسحه ونزول الصوت الاصلي ونسجل الصوت هذا اللي كتسمعوه دابا. فاش كنسجل الصوت وانا كنصور الفيديو لاول مره كيكون اسهل عليا، كنعطي تفاصيل مهمه
اما باش نجي وكنسجل الصوت من بعد ما ساليت الفيديو كيكون صعيب شي شويه باش نتفكر ونعقل على جميع التفاصيل. ولكن على اي حال هاني تونست معكم الهضره وحاولت نعطيكم جميع اسرار نجاح هاد الحلوى هادي. انتم كتشوفوا ماشي شي حاجه اللي صعيبه، كنستمر في التشكيل بهاد الطريقه هادي وكنزل في اللاطه ديالي. بالنسبه للفران في هذه الاثناء كان شعلته على 180 درجه من الفوق ومن التحت. عندي الفران ديال الضوء كهربائي وخليتها تحمر على خطره حتى اخذت ديك اللون الذهبي. هنايا كملت هاد اللاطه صافي، هذه غندخلها للفران. عمرت اللاطه الاولى ومع ذلك باقا لي العجينه تبارك الله كثيره، راه كتبان قليله هنايا في الفيديو، لكن مباشره راها عمرت لي 2 ديال الصينيات ونص هادو اللي كتشوفوا، كميه كثيره ما شاء الله. وهنا من بعد ما طابت هانتوما كتشوفوا اللون ديالها ذهبي مذهب. خليتها بردت مزيان، عاد غادي ندوز نفنضها في سكر كلاصي او سكر ثقيل كل واحد كيفاش كيسميه. ممكن تسيسوها في الشوكولاط كحل وتشرطوها بخطوط بيضاء، ممكن تعملوا نصف اسود ونصف ابيض، غتعطي واحد المنظر مختلف ورائع. لكن هذا هو التزيين اللي سهل واقتصادي سريع كذلك عملي. بالنسبه لغير الحلوى ديال الدوازاتاي الا بغيتو تزيدوها شي حاجه باش تبان متميزه كيف ما قلت لكم، سيسو النص ديالها في الكحل كتخليوها تنشف، عاود سيسو نص اخر في الشوكولاط ابيض كتطلع فيها واحد الشكل اخر متميز ومختلف. هنايا عمرت الطبسيل ديالي هو هذا، هانتوما كتشوفوا هنايا عمرته وكان باقي لي الكميه اخرى كثيره ما تاعتليش في هاد الطبسيل هذا. هانتوما كتشوفوا راه باقي كميه كثيره. كنتمنى ان هاد الحلوى هذه تنال اعجابكم، تجربوها الا كنتوا اول مره غادي تشوفوها. هنا بغيت نهرس معكم واحد الحبه باش تشوفوا الشكل ديالها. ها هي كتهرس بوحديتها ساهله، كتهرس هشيشه كتذوب بوحدها. كنتمنى ينال الاعجاب.